السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الرغم من أنني كثيرا ما كنت أقول للطلاب بالمدرسة لا تظن أن جميع الأحاديث النبوية التي تقال على المنابر صحيحة، فكثير من هذه الأحاديث موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنني في هذه الأيام أرى وأشاهد فيديوهات كثيرة على مواقع السوشيال ميديا أصحابها يهاجمون الأحاديث النبوية والسنة المحمدية بشكل كله وقاحة، وفيه بوضوح وصراحة مهاجمة للدين الإسلامي. ولكن الله سبحانه وتعالى قال في محكم الكتاب: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكر الله ليس مكر بالمعنى الدارج، إنما المكر هنا يعني التخطيط المنظم المحكم للوصول لهدف معين. أنا لما أخطط تخطيط منظم ومحكم عشان أوصل لهدف معين، هو ده معنى المكر. والله سبحانه وتعالى خير من يخطط ليصل إلى أهدافه في الحياة، وليس مكر الله وليد اللحظة. يعني مش أنا بأمكر مكر وربنا في نفس اللحظة يمكر لي مكر مخالف، ولكن مكر الله يسبق مكر الإنسان بزمان، ومكر الله له أشكال كثيرة. فقد يكون مكر الله سبحانه وتعالى قانون فيزيائي طبيعي في هذه الحياة، زي قانون نيوتن اللي بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. انت بتزق الحيطة كده عايز توجعها، هي تزقك من الناحية التانية تقول لك لا أنا مش هقع. هذا مكر وضعه الله في الأشياء. أو يكون مكر الله سبحانه وتعالى قدرات في كائن معين زي الحشرات مثلا. ربنا منحها قدرات عجيبة للحفاظ على الحياة، ادها قدرة هائلة على التناسل وإعطاء نسل، ادها وسائل حركة كثيرة، هي بتطير وتتحرك وتسحب نفسها وتعدي من ثقب صغير، ادها هيكل صلب لا هو عظام ولا هو غضاريف، من مادة تسمى الكيتين، عاملة زي الياي زي السوستة، تسمح لها انها تعدي من ثقب صغير جدا، ولو وقعت من 100 دور ونزلت على الارض ما تموتش الحشرة، لان المادة الصلبة عندها مادة طرية خالص عاملة زي السوستة زي اللي كده. فدي قدرات منحها الله سبحانه وتعالى للحشرة، لأنه عرفنا إحنا هنصنع للحشرة سموم ونمكر بها، وهو أراد لها الحياة فمكر قبل أن نمكر. هكذا يكون مكر الله سبحانه وتعالى. والذين يمكرون بالإسلام لن ينالوا من هذا الدين شيء، لأن الله سبحانه وتعالى حبب الإيمان لأصحاب الإيمان وزينه في قلوبهم. ربنا حبب الإيمان لأهل الإسلام وزين هذا الإيمان في قلوب هؤلاء الناس، واللي ما عندهوش إيمان يروح في داهية. إحنا كده كده مش عايزينه، يعني مش هيفرق. فلن ينالوا من يمكرون بالإسلام شيئا، ومكر أولئك يبور، يعني هيبقى زي الأرض البور، مش هيطرح، مش هيجيب نتيجة، بل بالعكس ممكن يجيب نتيجة عكسية. يعني كثير من الناس بدأ يعيد تفكيره في هذه الأحاديث، وأنا واحد منهم. في حديث بسمعه كثير في هذه الأيام على مواقع السوشيال ميديا، الناس بتلوك وتزيد وتعيد في هذا الحديث، وهو الحديث الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا ذر، عندما رأى أبا ذر الشمس تغرب وسأله الرسول وقال له: أتدري أين تذهب؟ فقال له: الله ورسوله أعلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تسافر وتسجد بين يدي الرحمن وتستأذن أن تعود فيؤذن لها فتعود. هذا الحديث أنا كان لي عليه تحفظات، ولكن أعدت التفكير في هذا الحديث فوجدته لا يتعارض مع الشرع ولا مع الدين ولا مع العقل. ليه؟ لأنه أي جسم ساكن لما نحركوه ونأثر عليه بقوة تحركه، هو بيتحرك مبتعدا عن هذه القوة في خط مستقيم. وهكذا الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون، وعلميا يقال أن هذا الكون اتخلق في حاجة اسمها الانفجار العظيم، وتكونت سحب ثقيلة اسمها السديم، نشأت عنها الأجرام السماوية والكواكب والنجوم. طيب هذه الأشياء كانت في لحظتها الأولى مؤكد أنها ساكنة، وبعد أن تكونت بدأ يحركها رب العزة أو الخالق. ففي بداية تحركها الله أعطاها قوة فتحركت في خط مستقيم مبتعدا عن هذه القوة،
ثم ناداها الله سبحانه وتعالى لتعود إليه. وقد قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني إحنا هنيجي بمزاجنا. بعدوا ورجعوا كده. وهذا الدوران دوران عكس عقارب الساعة، وهذا هو دوران الأوابين اللي يمشوا ويرجعوا، دوران الأوابين. وأنا لو عندي مثلا جسم ثقل زي ده كده وبلفه كده، هذا الجسم اللي بيدور كده مجذوب بقوة مركزية ناحية المركز. القوة دي لو سابته هيروح في داهية، هيمشي في خط مستقيم، ممكن يضرب في حاجة تاني، وده هيحصل بس قبل يوم القيامة إن شاء الله. ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتحكم في دوران كل هذه الأفلاك. فأنا لو بلف هذا الجسم كده وقلت إنه هذا الجسم يسجد ليدي، أنا ما كدبتش، لأن السجود هنا بمعنى الخضوع. والأجرام السماوية زي ما قلنا مشت كده وربنا نداها فرجعت. ولأن الإنسان هو الكائن الوحيد المخير على سطح الأرض، فالإنسان له أنماط 4، أنا هأشبههم لكم بهذا المشهد. ده الله سبحانه وتعالى، والإنسان يولد من هنا، إن ولد من غير عقل معاق ذهنيا بيمشي كده على طول ناحية الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن كون والديه مسلمين مسيحيين يهود أيا كانوا، بيمشي إلى الله لأنه لا يمتلك عقل. والعقل هو هبة الله سبحانه وتعالى للبشر. والله سبحانه وتعالى إن أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، معلوش حساب، بيمشي كده لله على طول. طب إن كان عنده عقل، الله ناحية اليمين أدي يميني فيمشي كده لله. هو صغير لأنه ما فيهوش عقل برضه. طب لما يكبر وتظهر الغرائز والنوازع، الشيطان يجذبه كده، ثم يتوب إلى الله ويرجع كده. فهو تلاقيه دايما بيمشي يمين، يجذب الشيطان شمال، يرجع تاني. وهذا طريق الأوابين عكس عقارب الساعة. وهناك من لهم عقل ويسيرون في هذا الاتجاه إلى الله على طول، ودول أولياء الله. وكلمة ولي معناها ولى وتولى، ولى إلى الله وتولى عمن سواه. وفي نمط للبشر يمشي كده ناحية الشيطان، ودول أولياء الشيطان. فهم 4 أنماط: بلا عقل إلى الله، بعقل يا إما يروح لله على طول وده ولي، يا إما يروح للشيطان وده ولي الشيطان، يا إما يدور عكس عقارب الساعة. وهذا النمط هو الذي يرجوه ربنا سبحانه وتعالى للبشر. وربنا قال: لولا أنكم تخطئون وتتوبون لاستبدلتكم بقوم آخرين. ولو أنا عندي سهم بهذا الشكل كده، هذا السهم بيطلع من اليسار إلى اليمين، ده مع عقارب الساعة كده بيلف، ده اسمه دوران شمال، لأن أنا ببدأ من نقطة شمال وارجع لشمال، فده دوران شمال. طب لو كده، ده هيبقى دوران يمين، فعكس عقارب الساعة دوران يمين. والرسول قال: تيمنوا فإن في اليمين بركة. يعني أنا لو دخلت على دايرة ناس كده وحبيت أسلم من اليمين، هسلم على ده ثم ده ثم ده، هتلاقيني بلف كده عكس عقارب الساعة. فهذا هو طريق الأوابين. ربنا يجعلنا من أهل هذا الطريق، من أهل اليمين. ربنا عايزنا كده نخطئ ونتوب، نخطئ ونتوب، وندور عكس عقارب الساعة، لأن هذا الدوران هو دوران الأوابين. وحتى ألقاكم في فيديو آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.